السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل على أحلى وأجمل مشتركين ومشاهدين القناة. النهاردة من سلكتنا المتواضعة، سلكة منارة الغواي، مصنع الأبطال أو المصنع. بسميه المصنع عشان ده اللي بنفرخ منه وبنطلع الغية. ممكن تسميه زي ما انت عايز، المصنع، المعمل، مفرخة. تعالوا بنشوفوا كده النهارده المتابعة اليومية في السلاكة، وبنشوف بنعمل ايه الصبح لما بطلع. احنا دلوقتي في التوقيت صح للفرخ. احسن فرخ الربيع، فرخ الورد. هنتعرف على كل حاجة في فرخ الربيع وفي فرخ الورد، ونهتم شوية الشهرين دول، من شهر اخر 3 لحد شهر 6. ده احلى 3 شهور فرخ، تقدر تعمل فيهم 3 عشوش كويسين. نعرفوا ازاي تلحم العش في العش، فنيات مهمة وحاجات مهمة. تعالوا نسمع ونشوف مع بعض أهم أسرار فرخ الحمام. ولو عايز تبقى فريخ حمام، تعالى نتفرج ونشوف بنعمل ايه، وخبرة السنين والطاجن علمنا كتير. يلا بينا، اتفضلوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السلك فتحناه، لازم يبقى فيه تهوية كويسة. بنخش السلاكة الصبح بدري، بطلع افتح الزغاليل الساعة 7 7:30، وانزل احط لهم الشوارة، وانزل ابص على السلاكة. الزغاليل خلاص لمت وجرت، تقعد بالنص ساعة أو أكتر. استفاد أنا بالوقت ده، وننزل السلاكة ونتابع الفرخ أول بأول. بخش أبدأ بفتح باب. لازم تفحص حمامك وزغاليلك كل يوم الصبح يوميا. ما فيش يوم ما تبصش على الحمام زق، الحمام لبن. هنشوف كل حاجة على الطبيعة. طبعا السلاكة بيبقى فيها التلبين وفيها المدبس وفيها كل حاجة، وهنشوف أهم حاجات بتبقى معايا وأنا شغال. يبقى عندي أوبوكليستين. ده أوبوكليستين حاجة رخيصة، بيطري كويس جدا بجميع أنواع الإسهالات، الكوكسيديا، الكوليستيريديا، السالمونيلا، أي حاجة. معانا ده للكنكر، في أنواع كتيرة، في الرندازول، في الكنكيل، في الكنكول المصري، في ده من قطر، كذا حاجة للكنكر موجود. ناخد معاهم مضاد حيوي زي الاموكسيلين، امبسيلين، كل حاجة 3 دول بيبقوا بودر. باخد معلقة من كل بودر، من كل نوع منهم بالتساوي، وبحطهم في علبة بلاستيك تكون عندي فاضية زي دي كده حضرتك. 3 حاجات دول هيعالجولي كذا حاجة ومهمين جدا في الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية في الزغب، الجو هيبدأ يحرر، لازم احافظ على الحمام من اهم الامراض واخطرها، من اول ما الزغلول بيفك لحد ما الزغلول بيدفس. طبعا مرحلة التلبين ما بديش مضادات حيوية، اشتغل مع الحمام قبل ما يفك القص ب4 أيام واوقف حاجة اسمها مضاد حيوي. المضاد الحيوي هينشف التلبين عند الحمام، ومش هيخلي القص يلبن ولا يكون العصارة اللبنية اللي بيديها للزغلول. كلها فنيات صغيرة وحاجات بسيطة، بس يا تنجحك يا تفشلك. هنبص كده ونسمي الله. دول القص العادات بتوعنا، بيزقوا عيالهم لحد فترة التلبين. ده زغلول فاكك بقاله يومين، القص ملبن. بخلي القص يزق عشان يحن عش، والتاني والتالت اخليه لبن. بشغله مرحلة التلبين، واول ما يدبس الزغلول نكون مجهز حمام تاني من التحضين، واجمع الزغاليل اللي عمر 1 بعد ما بدبلها
مع بعض عشان ما تتلخبطش وايدها في الدفتر، بجمعها مع بعض. ده زغلول هيطلع ابيض اهو، عظم ابيض ملبنين له كويس. ده القص كده ده مش بديله اي مضادات حيويه، وبطمن ان القص فيه تلبين في حصلته. طول ما في تلبين في حصلته يبقى انا عملت مع الصح. القص بشوف الحلق بتاعه، بفتح كده اشوف حلق فرد الحمام كويس، اشتغلت معاه قبل ما يفك بالتركيبه اللي احنا قلنا عليها 3 انواع. بديله رشه لمده يومين 3 قبل ميعاد الحصى ما يفك. كده انا بضمن القص هيبقى التربين بتاعه صح كويس، القص ما عندهوش امراض. لو انا بدات بقص اللي بيزق التحضين او الحمام الغزار يبقى انا ما عنديش مشاكل في الزغلول. هنسيب الحمام في امراض، في كانكر، في برد، في اي نوع من انواع الاسهالات، يبقى ده كده هينقله للزغلول، والزغلول هنفضل نديله ادويه وهو لسه فاكك، يبقى مش هتفرق حاجه وهتموت الزغلول. يبقى لازم نهتم بقص التحضين او القص اللي هيزق، كان قبل او اي غزاره او اي فرد حمام، بصحته تكون كويسه وخالي من الامراض قبل فتره التلبين. فتره التلبين دي اهم فتره للزغلول. لو الزغلول ما تاسس في التلبين صح هيطلع زغلول ضعيف. لو الزغلول كل من اهله واهاليه في امراض يبقى كده الزغلول هيبقى فيه امراض. نشتغلوا صح ونفكر ونخش، واحلى وقت بتقضيه حقيقي بقى في السلاكه. النش فيه شويه كده مشاكل، لكن الفرخ ما فيهوش اي مشاكل. في ناس بتفضل الفرخ عن النش وبطلت نش وبقت بتربي سلكات. من اللي بيشوفوه من الكلام اللي بيحرق الدم يقول لك انا اريح نفسي واشتغل وافرخ وبحب الحمام. لكن النش مهم جدا، عشان احنا اتعلمنا غاية الحمام بسبب النش وحبيناها بسبب النش. فربنا يسهل والغاية ترجع تاني لعصرها القديم والزمن الجميل. باب بفتحه، باب بشوف الحمام فيه. ده هنا الأندر، الحمام اللي بيبقى وشه مكلتم تبقى فيه مشاكل، لازم افحص الفرد وافتح الحلق بتاعه اشوفه. لونه بيبقى وردي، لقيت في حاجة ده طبعا لسه مفهوش، ما حصاهوش ولا عنده زغلول، بديله رشة من الخليط ال3 انواع البودرة دي فوق. بضمن ان جوف الفرد كويس. بص حضراتكم، رجلين قصيرة رجلين صغيرة، ان شاء الله كده هنشوفوا زغاليل ولاده، وبدل ما زندر واحد هيبقوا 10 زندر فوق. ترى تلاقيها اهي خدت عليها الحصى، ترى عتقة شعلة لانها بيضة زي الالماظ، تمشي على زندر دماغها ميتة من ورا، هتصلح فيها العيوب، والطاجن هو اللي يحكم. ما نقدرش نقول ان القص ده كده العيوب هتروح. انت بتجتهد وبتحط اللي ناقص في الطيرة في الذكر وبتجتهد، بس اللي هيثبت لك الطاجن، اللي هيثبت لك الفرخ، الممارسة اللي هتثبت لك ان القص ده ورث صح او ما ورث، صلح عيوبه ولا ما صلحش. ده بتفرخ كذا عيش، مش هيطلعوا الزغاليل كلها اسطمبة واحدة او طبعة واحدة، بيطلع في تفاوت ما بين كل زغلول.
بنأمل ان احنا نضيع العيب اللي احنا موجود. حمام النش مقبول عيوب بسيطة، بس اهم حاجة مخه ما اشتغلش على العيب قد الذكاء والعترة، عشان ده فرد انا بحارب. لكن لو حمام سلكات مش هيهمني الحتة دي، هنشتغل على التقليب والتكوين بس. فانا ممسوك بمسك العصاية من النص، عايز اعمل فرد نش مستوى كويس. الغاوي اللي مش هيعرف يحسن من مستوى حمامه ويحسس على حمامة جامدة ويقف محلك سر ويستنى ياخد من الغير، ده للأسف بيبقى عمره قصير في الغير. نبص على الزغاليل. الزغاليل فرختها نشفت اهو، وزي ما احنا عارفين بنفتح بق الفرد لازم يبقى الحلق بتاع الفرد نضيف وردي مفهوش ريم، مفيش ريش. لو في ريشة هتقف في سد فرد الحمام على طول هتعمل له كنكر. دي زغلولة هتطلع بلقة سودا كويسة. نجتهد ان احنا نرجع الحمام تاني كان الشربنات او بول اسود، وان شاء الله خير. برضك لو انا شكيت ان في اي حاجة باردة او كنكر باخد رشة من البودر بطراطيف كده صوابعي اهي، رشة صغيرة خالص. انا كده بنضف حلق الفرد باستمرار وبحافظ عليه، يبقى مفيش عنده برد، مفيش عنده كنكر. هو لو جاله برد وعمل مخاط بعد كده هيقلب الاتنين، يبقى برد وكنكر. ده الزغلولة قبل الشربندق اهو. دي حمام مسلكات طبعا مع غلو وخلفة، ولازم تروى حمامة تعوض المصروف اللي انت تصرفه. عشان تستمر بغاية الحمام يبقى لازم افكر صح وعوض بحاجة تقدر تجيب بيها كلفة الشهر. بصوا كده، دي طيرة حصت وبريحها، بفرد زندر على التلتين واحط لها حصى بلاستيك، مش الطيرة مكنة نفضل نفرخها وشيل الحصى واديها تاني تبيد، الطيرة هتبوظها وهتقف. كلها فنيات وكلها حاجات صغيرة، بس لازم ناخد بالنا منها عشان تبقى حريف في الفرخ. لازم تتبع الخطوات اللي احنا هنعمل سلسلة خطوات متابعة السلاكة يوميا. يشرفني وجود حضراتكم ونشوف على الطبيعة ونشوف كل حاجة. النهاردة كان موضوعنا بنفحص الحمام وبنعمل مع الحمام قبل الفجر، وازاي اتعامل مع الحمام وافحص الحمام. باب بمسكه ونشوف الحمام في حاجة فوقه ريش بنضفها له، الباب فيه زرق بنضفه، ميته كويسة، بخش بركز 100%، بنسى كل حاجة وبرميها بره الباب أول ما بحط رجلي في السلاكة، وافتح باب وافحص كل حاجة في الباب. الأدوات، نظافة الباب مفيهوش زبل، المية نضيفة، في مية. مش معنى ان في مية يبقى انا خلاص اسيبها، لا، انا شبه يوميا بغسل المزاج، بغير مزاجي، بالاخص اللي عندهم زغال. ما ينفعش اسيب المية يومين 3 في الفرخ. الكلام ده ممكن في النش المزق تقعد اسبوع، لكن الحمام بتاع الفرخ بياكل، بيقع اكل منه في المزقة هتعفن، هتعمل لي مشاكل كنكر، هتعمل لي مشاكل داخلية، هتعمل لي سالمونيلا. يبقى لازم احافظ على نظافة العين، المية، المعلف، الطاجن، حاجات كتير هنتكلموا فيها ومعلومات مفيدة من أول الفيديو لآخر الفيديو. زي ما بنقول لحضراتكم هتستفاد بكل كلمة هنقولها في الفيديو. هكمل بس مش عايز أطول على حضراتكم الفيديو. النهاردة اكتفينا أول حاجة عملتها بفحص قص عنده زغلول تلبين، بتعامل معاه ازاي، مدوش مضادات حيوية في فترة التلبين،
ودي مهمة جدا. قص لسه بجهزه للحصى، اشتغل معاه ايه؟ زغاليل قطفها وبشببها في السلاكة، بعمل معاها ايه؟ الطيرة اللي حصت عش واتنين بحط لها حصى عشان اريحها وما استهلكهاش. كذا حاجة استعرضناها لحضراتكم في الفيديو، كلها حاجات مهمة. كل فيديوهاتنا عن متابعة السلاكة هتلاقي معلومة واتنين واربعة. تابعونا في المتابعة اليومية للسلاكة. شكرا ليكم، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتظرونا في الفيديوهات القادمة، إن كان من السلاكة أو النش أو التقليب. تحت أمركم في أي تعليق، عايزين أي معلومة، عايزين أي حاجة، أطلع أعمل بيها فيديو لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.